الوقت مش لصالح في دير الزور عرب، هن عرب 100 رقم 100 عرب، ولكن الوقت مش لصالحنا اخي. كل يوم عم ننقتل، كل يوم عم ننخطف. في ناس اللي تعودوا على اخذ حبوب كابتيكول، اللي كانوا متعودين على، هلا اكثريه الشباب بنات عم يعدموا حالهم هن بنفسهم، لانه النظام قطع عنهم حبوب الكابتيكول. في مدينتي اكثر من 15 شاب وشابه عدموا حالهم، اللي بالرصاص اللي بالاعدام، عدموا نفسهم. يعني شو السبب ليعدموا نفسهم؟ يعني مثلا شو السبب؟ الكل كانوا منضمين لهم القسد، ما يسمونها انفسهم الان قسده. ليش عم بيعدموا حالهم؟ صاير معهم ادمان مخدرات، بيقتلوا حالهم. فلهذا الشيء يا اخي اتمنى انه الحكومه السوريه بتشوف وضع الشعب السوري، مش كردي يا اخي، يشوف وضعنا يا اخي. عم ندمر، عم ننقتل كل يوم، بكفي. اذا ضلينا على هالموال للسنه الجاي رح نكره شيء اسمه سوريا، رح نكره شيء اسمه كرد وكردستان، رح نكره كل شيء اسمه دين واسلام ومسيح، لانه الجوع كافر والخطف. يعني عم نتوجع يا اخي. حط حالك في مكان اباء او امهات الشعب اللي بيخطفوا اطفالهم. في نساء بيروح على باب شبيبه الثوره عم يضربوا نساء يا اخي. كمان النظام السوري يا اخي عم يضربوا نساء الكرد. مين بده ياخذ حق هذول يا اخي؟ نحن سوريين، ليش عم نخطف وحكومتنا موجوده؟ ليش يا اخي؟ اعطوني جواب يا اخي. ليش عم ننخطف ونحن سوريين؟ شلون انا حامل هويه سوريه بجيبي وعم بنخطف؟ ليش؟ اي نداء للاداره الجديده بدمشق بقياده السيد احمد الشرع. ولحد هلا الاخوان بعد سوري كردي من اوائل الثوار عم يقول لكم يا اخي انقذونا من هي المصيبه اللي واقع علينا بالجزيره السوريه. هاي هذا واجبكم. هذا حقه وواجب الحكومه. والله يا اخي نحن اكلينا قبلكم. نحن عم 50 سنه من يوم تاسس هالمنظم الارهابي البككي. هذا عندي ارهابي ما بيطلع من بيت الارهاب. 50 سنه نحن عم يسبونا، عم يهددونا. انتم صار لكم كم سنه؟ يعني يمكن 2 3. مشكلتكم مشكله القصادين، بس نحن 50 سنه عم ناكل بهدلات منهم لليوم. الله يحميكم يا ابو غنام. طيب تاخرت على الشباب، بس بدي منك كلمه واحده، بدي منك كلمه. منابر الفتنه يلي قاعده عم تطبل لبككي وقسد اليوم، مثل سمير متيني، ابراهيم اكري، هذا بكور، ليك عرب وكرد ما بيهمني القوميه تبعهم. انا مو انا الكلام، هدول انا غاسل ايدي منهم، هدول جماعه مرتزقه ماجورين اني منهم. الناس اللي عم تروح تتابع هي الناس يلي عم ينغسل دماغها يوميا، بيرسم في شباب عمرهم 15 و16 سنه عم يتابعوا هي البسوس، لا بيعرفوا تاريخ الثوره ولا بيعرفوا السوري الكردي. هالمنابر هدول عم بيتاجروا بالشعب السوري، هدول متاجره مش اعلام. سمير متيني وين اي زمان كان كردي وشلون تحول كردي؟ هذا يعني نحن في عندنا شغله، والخالد ابو بيدا بيعرف، في الكرد قسمين، في كرد من 2011 صاروا اكراد، وفي اكراد قدامى. هدول اسمهم اكراد 2011 بيتاجروا بالدم السوري، ان كان كردي وانا عربي. هن فقط بس الحمقى اللي بيتابعون وعم يبيعوا حالهم لهم مشان كلمتين عم يكذب. مثلا في واحد اسمه صلاح الدين، هذا شعره هيك ملفلف شعره، اعلن باسم القسده لقد قبضنا على ابو عمشه ويوم الاثنين محاكمته امام العالم. طلع ابو عمشه عم يشفط في منبر، كذب له، صار العالم تبعت له ما بعرف ورود وما هيك. ومن سنه احكي مبروك الفدراليه اخواتي الكرد، من 2 سنين هذا الحكي. اخي نحن السوريين نطلب من سياده الرئيس احمد الشرع طرد فلول النظام من مناطقنا، ان كانوا كردا او عربا، او يسيطر على المنطقه فقط لا غير. هذا نداء. يعني فكر كشخصيه، كالكل 90 طفل وطفله ينباقوا في ظرف شهر يا اخي. الى هذا الشيء راح يجي يوم اخاف اقول له انا مش سوري، لانه الحكومه ما دافعت عن اطفالي، وهذا الشيء من حقي اقول هذا الشيء. ولكن لحد الان اقول انا سوري وافتخر بسوريتي وافتخر بقوميتي. ولكن اذا ما عم تنقذونا راح ننادي لاسرائيل يجي ينقذنا، راح نادي لتركيا خيوتا احتل مناطقنا وانقذنا من يعني مثلا كما قال ارسطو تشي جيفارا، ماذا ان جمعنا المال وخسرنا الانسان؟ ماذا استفدنا؟
عم نخسر البشر وعم يلموا مال خيو. ليش؟ على حساب مين هذا الشيء؟ اتمنى من الاداره الجديده والحكومه الجديده يتدخل تدخل سريع، مش تدخل من ولا شهر راح ينسرقوا 100 طفل ثاني. ديرسي، منظمة شباب الثورية أو جان شورشكر من 1990 عم تشتغل بالأراضي السورية، عم تخطف من عفرين من عين عرب من كل مناطق تواجد الكرد، مش جديدة من أيام النظام اللي حاليا سموه الثورية. بالنسبة للشهداء كردستان عم يسب هذا، بس من بعد إذنك برنامج بدي أنزل أعطيني دقيقتين بس.